مرحبا شباب، مرحبا صبايا. زي ما وعدتكم حكينا من الخرافات والأسئلة اللي بتيجينا دائما كتير اللي هي الشوفان والكرياتين. حكينا عن الشوفان وزي ما حكينا مش هرجع أحكي عنه مرة تانية، واليوم ححكي عن الكرياتين ومش هرجع أحكي عنه كمان مرة. هناخد الموضوع ببساطة. أنا ما بهمني المصطلحات العلمية وإيش بيعمل وكيف بيدخل الجسم وكيف الجسم، أنا بهمني إيش هو الكرياتين، كيف أخده، كيف أستعمله، إيش بفيدني، وهل في سؤال إجانا على الصفحة هل له تأثير على تساقط الشعر والصلع. نبدأ الكرياتين. الكرياتين أساساً موجود في الجسم، جسمك بينتجه. فنحن لما ناخذ مكمل الكرياتين أنت بتاخذش إشي كيماوي ولا بتاخذ إشي يعني خارج عن الجسم غريب، لا، هو موجود في الجسم بس بكميات بسيطة. أنت بتاخذ هذا المكمل عشان تعبي المخزون الموجود في خلايا العضلات اللي جسمك بيحتاج إنه يستعملها أثناء التمرين عشان يعطيك الطاقة والقدرة على التحمل. فأنت لما تيجي تاخذ الكرياتين بيجيش إنه هو بيشتغل معاك من أول ما تاخذ سكوب الكرياتين أو أول يوم أو تاني يوم، لا. في العادة نحن بناخذ الكرياتين ناخذه لمدة معينة، بيبدأ الجسم يخزن هذا المنتج أو العنصر عبال ما إنه يعبي المخازن الموجودة في العضلة. بيبدأ بعدين الجسم ياخذ من هذه المخازن يستفيد منها في التمرين عشان شدة التمرين أو الطاقة اللي بده إياها معينة. أنت بترجع بتعوض المخزون اللي راح في المكمل وهكذا. هل إنه أنا آخذ الكرياتين على 5 مرات في اليوم عشان أعمل اللودنج اللي بيحكوا عليه؟ أغلب الدراسات حكت إنه هذا ملوش علاقة. الكرياتين زي ما حكينا مش يوم 2 بيبدأ يشتغل عندك، لا، بدك فترة بيمشي عليه، بصير عندك مخزون، بهذا المخزون بصير عندك الجسم يستعمله وأنت بتعوض المخزون الناقص. الكرياتين أخده قبل ولا بعد التمرين؟ هذا السؤال يعني كثير بيسألوه. أنا من وجهة نظري أنت معك من 5 ل 10 جرام كافية جدا أنك أنت تستعمله في اليوم. فأنا واحد من الناس وعن تجربة وعن قناعة شخصية أنا باخذ 5 قبل التمرين و5 بعد التمرين. لكن لو أنت بدك تاخذ بس 5، أنا بفضل بعد التمرين، لأنه أغلب الدراسات أو الاستفادة منه تيجي بعد التمرين عشان يساعد في امتصاص العنصر الغذائي للعضلة ويعبي المية داخل العضلة وبيجمع فيها كل العناصر الغذائية داخل العضلة. هل الكرياتين بحبس مي في الجسم أو إنه المية اللي مش منيحة بتيجي على حوالين العضلة أو لا؟ الكرياتين بتخزن جوا العضلة مش خارج العضلة. فهي المية هان مفيدة لأنك أنت تقريبا العضلة من 70 ل 80% 100، فهي بتحافظ لك على نسبتها وبتعطيك كتلة بارزة وقوية. بالنسبة لموضوع الكرياتين وتأثيره على الكلى، هل إنه الكرياتين بيأثر على الكلى؟ أنت لو شخص طبيعي وبتشربش مية منيح وخاصة انك تشرب مياه غازية كتير، روح اعمل تحليل حتلاقي عندك وظائف الكلى عندك فيها مشاكل. لو انت رياضي وبتستعملش الكرياتين وعملت مجهود في التمرين ورحت عملت فحصت وظائف الكلى حتلاقيها عندك عالية. المية هي الأساس، ما زالك تشرب مية فيش أي خطر على الكلى. الكرياتين بالعكس مفيد جدا. اجانا على الصفحة سؤال عن موضوع الكرياتين وعلاقته بالصلع. هذا السؤال عجبني ودورت عنه وعلى الإجابات. الحكاية كلها موجودة في الدي اتش تي. علاقة الكرياتين لما بيزيد معاك الدي اتش تي اللي هو مسؤول عن عملية تساقط الشعر. فكل ما زاد الدي اتش تي في الجسم الإنسان ممكن يأثر على تساقط الشعر والصلع. لكن هل بالضرورة إنه أنا عشان أخذت الكرياتين الدي اتش تي يطلع عندي؟ لا. العلاقة الوحيدة اللي موجودة بين الصلع والدي اتش تي اللي هي عوامل وراثيه. يعني انت ممكن تاخذ الكرياتين ما يسكركش شيء، وممكن يكون عندك عوامل وراثيه من غير ما تاخذ كرياتين والدي اتش تي عندك طالع. فهل بيناتهم علاقه؟ لا، ففيش فيها تاثير، ما لهش علاقه تساقط الشعر، بترجع للعوامل الوراثيه. اتمنى انه لان هذا يعني السؤال جاوبت عليه مختصر، انك انت تفهم انك الكرياتين مش هو السبب الرئيسي انه هو ينزل لك تساقط الشعر. ايش في كمان عندنا موضوع عن الكرياتين، زي انواع الكرياتين. بيجي بقول لك يا كابتن ايش احسن نوع؟ كل واحد انا بامنش في نوع معين. الكرياتين باخده سواء بيجي زي الملح خشن، بيجي مطحون، بيجي مش عارف ايش، هذا اسرع الذوبان، انا بتفرقش معي. انا الكرياتين اشربه مع البروتين، اشربه مع الميه، اشربه مع الليمون، في الاخر حشربه. انا واحد من الناس السكوب بحطه على طول بتم زي هيك وبشرب المي وراه.
بقعدش انا اسال واتعب حالي واكسر راسي انه بدوب ولا ما بدوبش. في المهم انا بدي في الاخر الفايده تبعته. هل بينفع اخذ الكرياتين نفس وجبه البروتين انه اخلطه مع بعض؟ بينفع، فيش فيه اي مشاكل. هل الكرياتين بتاخده انت مباشره بعد التمرين ولا بعد الكارديو؟ يعني مثلا لو انت عندك تمرين وبعدين عندك في جدولك في كارديو بعد التمرين، لا بتلعب الكارديو بعد ما تخلص بتشرب الكرياتين مع البروتين تبعك او الكارب اللي عندك. المهم انت الجدول اللي ماشي عليه. كمان من موضوع الكرياتين، هل انا بيطلع ليش عضل الا ما اخذ كرياتين، او بينفعش العب كمال اجسام او حديد الا ما اخذ كرياتين؟ لا، مش شرط. بس هل مين الافضل؟ الافضل انك انت تاخذه. يعني دايما زي ما حكينا في الصح وفي الاصح، في الافضل والافضل. فانا اذا كان عندي الامكانيات انه انا استعمل الكرياتين بستعمله. هل انه لازم اريح كل 6 شهور؟ لا، الكرياتين تقدر تاخذه على مدار السنه، ما فيش فيه انه نحن إنه لازم ناخذ 6 شهور ونريح. بالعكس، انت لما تاخذ 6 شهور وترجع ترتاح وتبعد عنه، فانت مخزونك حيرجع يقل، وحتحس يمكن بشويه ارهاق، شويه تعب. حترجع تاخذه كمان مره، حيعمل لك لسه حيعبي المخزون اللي عندك، وبعدين جسمك يستفيد منه. لا، فيش فيه اي اضرار. ما زالك زي ما حكينا بتشرب ميه منيح وماشي على تمرينك وماشي على جدولك، ما فيش فيه اي تاثير. هي تقريبا احنا حكينا مجمل الكرياتين. ممكن الاسئله تيجي كيف اخذه، كيف اشربه، بأثر ولا بأثرش في الصلع، هل هو مهم مش مهم، انواع الكرياتين كلها واحد. بتمنى انه نحن هذا الكرياتين بالذات، يعني انا صار عنده عقده نفسيه من موضوع الكرياتين، انه اسئلته كثيره وهو إشي بسيط مكون، يعني مش هالواو اللي حيغيرك او انه حيحولك من هالك. لا، هو عنصر الجسم بيحتاجه، انت بتاخذه على نظام مكمل او موجود في اكلك، بس مش بكميات كافيه زي ما انت تكمله من خلال مكمل. بتمنى نكون استفدنا، ودائما انا مبسوط منكم. يعني اي سؤال عن شيء معين حابينه، سواء عن اي منتج، عن اي تمرين، عن اي سؤال بيجي في بالكم تحسوا انه هو حيفيدك وحيفيد الاخرين، تبخلش علينا في هذا السؤال. وشكرا لكم. سلام.